إزاي أي حد فينا ممكن يحوّل الهواية اللي هو بيحبها لكورس أونلاين يقدر يكسب منّه فلوس كتير. أنت عارف إن في ناس بتكسب آلاف كل شهر من مجرّد هواية كانوا بيعملوها في وقت الفراغ؟ على فكرة دي نفس الهواية اللي أنت سايبها على الرف من سنين ومعتبرها حاجة روتينية أنت بتعملها وخلاص. تعالَ أقول لك واحكي لك عن 3 قصص حقيقية أنا شُفتهم قدّامي. واحد شاب كان بيحب الطبخ جدًا، بس بيكره الوصفات التقليدية القديمة. بدأ يعمل فيديوهات من المطبخ وهو بيخترع أكلات ومكونات مختلفة. والناس اتعلقت بيه وبدأت تتابع وتحب الفيديوهات دي أوي، وسألته أنت بتعملها إزاي؟ فراح عمل كورس أونلاين اسمه اطبخ من دماغك، وبيبيعه لغاية النهارده وبيعمل مبيعات بأرقام فلكية. قصة تانية، بنت بتصور موبايل، بتحب التصوير، بس بتطلع نتائج ولا كأنها أجدع كاميرا بروفيشنال في العالم. عملت كورس أونلاين وسميته صور بموبايلك، وبتبيع للناس اللي عاوزين يعملوا محتوى ويعملوا بيرسونال براندنج بس معهمش إمكانيات ضخمة عشان يشتروا معدات تصوير غالية. طب خد دي كمان، شاب بيحب ألعاب الفيديوز وبالذات الألعاب الاستراتيجية، بدأ يعمل محتوى وبيشرح فيها الجيمز وبيشرح إزاي بيلعب وإزاي بيوصل لنتائج كبيرة جدا، وعمل كورس إزاي تبني قناة جيمنج وتكسب من وراها. كلهم بدأوا من غير معدات ولا فريق ولا حتى معدات بيرفكت، بس كان عندهم 3 مفاتيح. شافوا إن الهواية دي ليها قيمة حقيقية، فكروا إزاي الهواية دي ممكن تحل مشاكل لناس تانية، حطوا شغفهم في صيغة قابلة للبيع. فكر فيها كده، كل يوم بيعدي والهواية بتاعتك أو الحاجات اللي أنت بتفهم فيها محبوسة جوه دماغك، في حد تاني بيبدأ وممكن يكسب منها فعلا. طب ما تقولي كده في الكومنتات إيه الحاجة اللي أنت بتعرف تعملها بشكل حلو قوي وحاسس إن هي ممكن تتحول لكورس، يمكن نبدأ نشتغل عليها سوا. سلام عليكم.